يا هلا بيكم يا فزلكة. النهاردة حلقتنا عن نوع من البشر كلنا اتقرصنا منه، الصديقة الحرباية. عارفة اللي بتبوسك من هنا وبتبخ سماها من هنا، اللي ألوانها بتتغير حسب مصلحتها. النهاردة هنفك شفرتها بمواقف حقيقية عشان محدش يضحك علينا تاني. جهزي قهوتك يا فزلوكة ويلا بينا. هنحكي النهاردة أشهر 3 مواقف موجودة. الموقف الأول، السم في العسل. تكوني لسه شارية حاجة ومبسوطة، تلاقيها بتقولك جميل يا حبيبتي بس مش غالية شوية على خامتها، ده أنا شفتها لسه في التوحيد والنور بنص التمن. الفزلكة هنا هي مش خايفة على فلوسك، هي بتبوظ فرحتك بالحاجة. وقيس على كده مواقف كتيرة، زي مثلا لو اتخطبتي أو اشتريتي حاجة غالية وحلوة وجميلة. طب الرد عليها هنقول ايه؟ هنرد ونقول والله يا روحي الغالي تمنه فيه، المهم انه عاجبني ومريحني وابتسامة باردة. الموقف التاني، الفتانة الملاك. تيجيلك تقولك فلانة كانت بتقول عليكي كذا وكذا وكذا، بس أنا أكلتها بسناني ودافعت عنك. الفزلكة هنا اللي حكيتلك الكلام ده هي اللي فتحت السيرة أصلا وعايزة توقع بينكم عشان تبان هي الوحيدة اللي بتحبك. وكمان في مثل قديم بيقولك ما شتمك إلا اللي بلغك. طب الرد هنرد ونقول ايه؟ تسلمي يا حبيبتي بس انا وفلانة بينا عيش وملح وعارفين بعض كويس، مش محتاجة حد يدافع عني قدامها. الموقف الثالث، المقارنة القاتلة. لما تعملي إنجاز في شغلك أو في بيتك أو مع ولادك، تلاقيها فورا دخلت بمقارنة، تقولك ما شاء الله ابنك شاطر بس ابن فلانة جاب درجات أعلى. أو لو جوزك جابلك هدية حلوة تقولك أنا جوزي جابلي أغلى منها السنة اللي فاتت. الفزلكة هنا دي حرباية تنافسية، وجودك بالنسبة ليها تهديد لكيانها، فلازم تحسسك إن اللي عندك ناقص. طب الرد على دي نقول لها إيه؟ ابتسامة صفرة زي بتاعتها وقولي ما شاء الله ربنا يبارك لكل واحد في اللي عنده، القناعة كنز يا حبيبتي. الخلاصة في الآخر يا فزلكة، الحرباية مش محتاجة مواجهة، محتاجة حدود، لا تقطعي معاها فجأة فتعملك مشاكل ولا تقربي منها فتلدغك. خليكي ذكية، اسمعي من هنا وطلعي من هنا، ودايما خلي أسرارك لنفسك. قولولي بقى لو حصل معاكم موقف من دول أو موقف أغرب، اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكم بنفس الرد الفزلوك المناسب. وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان عيلة فزلكة تكبر بيكم. سلام.